ثم حديث على سيناريو ربما اعتقال بعض قيادات حركة النهضة على خلفية ما سمي بالجهاز السري، وكما العادة تحركت حسب طلب هيئة الدفاع عن الشاهدين واستثمرت في هذا الموضوع، وفي ندوة صحفية يعني ذهبت إلى اتهام عدد من القيادات وتم تحجير السفر على 34 شخصية. هل ترى كما يرى السيد نجيب الشابي ويرى بعض قيادات حركة النهضة أن نتجه في الأيام القادمة إلى اعتقال بعض قيادات حركة النهضة لمزيد تأزيم الوضع السياسي في البلاد؟ نعم، هذه القضية، شوف القضية ماهيش نتاع الجهاز السري، لا نتاع الجهاز السري ولا هي ما نتاع لجنة الدفاع. هذا قيس سعيد قلنا في الشهرين هذوما يلزم يجرف السياسة لأنه قضية حياة أو موت، وسيفعل سواء مع جماعة حركة النهضة اللي نكون أقرب. البارح في الختام تاعه على الجهاز السري. نعم. والجهاز السري هذا معلومة معناتها هي مصطلح إعلامي مش مصطلح قانوني. نعم. فهمت؟ يحكي على الجهاز السري ومعناتها وإلى غير ذلك. وأتصور أنه إذا كان القال فرصة نقول القال فرصة وما الشعب معناتها قاعد ساكت وإلى غير ذلك، ونهضة نوعا ما معناتها متراخية وإلى غير ذلك، كانوا يعتقل. ولما لا يعتقل وخاصة أنه تولى يتحكم في القضاء. تعرف وكيل الجمهورية نتاع ريانا نحى معناتها تنحى وكيل الجمهورية، يجيب وكيل الجمهورية آخر، واي قاضي يقول له اعمل هكا الحاجه الفلانيه ما يعملش يعزلوا بالقانون الجديد. يعني يديه مطلوقه. يعني انا اتوقع منه كل شيء في سبيل معناتها للبلوغ الهدف نتاعو، وذاك علاش نقولوا الخطر هذا هو